في بق اللي هو اتقال من شويه ده اللي هو 99% من الناس هتبقى مش شغاله، 1% بس هم اللي شغالين، عشان ال1% دول هم الاي كيو بتاعه هيعرفوا يسيستموا الاي اي وكده. ال 99% دول ايه اللي هيجرى فيهم؟ هيقعدوا في البيت. this is really what's gonna happen. ان هو اللي هيحصل ان هيبقى في 1% على فكره مش اي كيو، يعني 1% عندهم المثابره. انا ايه اللي بيخلي اسمه ايه بتاع تيك توك اللي نجح قوي ده؟ خابي. ايه اللي خلاه ينجح؟ هل هو عشان عنده اي كيو؟ لا، اللي خلاه ينجح ان هو عنده الكلمه اللي بحبها قوي في الانجليزي اسمها جريت. الجريت دي كلمه عميقه جدا، لان جريت GRIT ليها معنيين في نفس الوقت. على فكره في تيد توك جميل قوي على الجريت دي والريسيرش، ان معظم الانتربرنورز سبب نجاحهم هو الجريت. فايه بقى الجريت ده حاجتين في العربي مش حاجه واحده. اول حاجه المثابره، ان انت تبقى عارف ان هيبقى عندك اوبستكلز كتير قوي وانت شغال، هيبقى عندك صدمات كتير قوي وانت شغال، مش هتخلي اي صدمه توقفك. اي صدمه هتجيلك في حياتك او اي صدمه هتجيلك في شغلك هتبص لها ان هي مش صدمه، هتبص لها ان هي حاجه انت بتتعلم منها، درس عشان الخطوه اللي بعدها تاخدها بثقه اكتر وبجوده اكتر. فده تشينج اوف منتاليتي مهم جدا. انتربرنورز دايما عندهم الاوبتيميزم، ان انا ما بشوفش حاجه صدمه قدامي هتبطئني، لا ده هتسرعني. ده حتى في كتاب بحلو قوي في امريكا بحبه اسمه The Obstacle is the Way. الصدمه هي الطريق. يعني خش في الصدمه وكمل، لان هو ده الطريق اللي هتتعلم منه وهتعمل منه حاجه كبيره. الحاجه الثانيه في الجريت، والحاجه دي اساسيه عشان تتحمل الصدمات، هي الحب، الشغف. ان انت عندك الشغف انك تحل المشكله دي، زي ما انت عندكم الشغف انكم تعملوا احسن برودكاست في العالم. ده شغف جواكم، ده اللي مخليكم تستحملوا كل الهم والقرف و كل الصدمات اللي جايه لكم تستحملوها. ليه؟ عشان انتوا بتحبوا شغلكم. فدي اهم حاجه في المستقبل، ان انت يبقى عندك الشغف والمثابره انك تعمل حاجه سكسسفول. مش هينفع تبقى تشتغل عند حد في المستقبل، ان معظم الشركات هيبقى كل اللي عندهم AI هو اللي بيعمل الشغل. فانا بتكلم مستقبل يعني 10 سنين من دلوقتي، 20 سنه من دلوقتي، مش بتكلم كمان 5 سنين. فلو فعلا المستقبل هيبقى كده، ان الشركات كلها الموظفين بتوعهم AI، يبقى الحل الوحيد ليك ان انت تبقى صاحب الشركه. فازاي هتبقى صاحب الشركه؟ هتبقى صاحب الشركه بحاجتين. اولا ان انت عندك الجريت، عندك المثابره والشغف، والحاجه الثانيه ان انت هتستخدم التولز الجديده دي بطريقه احسن من الناس اللي حواليك. زي ما انت بتستخدم التول صح وعمل لها كونكشن مع جوجل درايف ومع جيميل معظم الناس مش عامله الحكايه دي لسه. معظم الناس لسه بيروحوا يعملوا برزنتيشن بايديهم، ويروحوا يشوفوا السكيدجول بتاعهم ويعملوا السكيدجول بتاعهم بايديهم. انت بتخلص السكيدجول بتاعك في سنتين صح، وتروح تعمل حاجه تانية وثالثه ورابعه عشان خلص. انا دلوقتي عندي الاي اي ايجنت زي ما قلت لك شغال عمال بيعمل لي برزنتيشن، لما اخلص اروح اعملها ريفيو وخلصتها في نفس الوقت ان انا بعمل بيه الحوار معاك. فانا ماي برودكتيفيتي الاوتبوت بتاعي 100 يعني 10 تايمز تو 100 تايمز الانسان العادي. فده دي النصيحه الاساسيه اللي عايز اديها للناس، ان هو لو انت عايز تبقى ريليفنت، لو انت عايز تبقى ليك لازمه في المستقبل، لازم تلاقي حاجه فيها الشغف بتاعك، وتتعلم ازاي الاي اي يقدر يخلي الشغف ده يبقى 100 مره الناس الثانيه اللي بتعمل الشغل بتاعها. طيب هيحصل ايه بقى لل 99%؟ 1% بس هيعرفوا يعملوا الحكايه دي، زي ما احنا عندنا 1% بتوع تيك توك، 1% بتوع يوتيوب. ال 99% الباقيين مش هيلاقوا شغل. ده اللي هيحصل كمان 10 سنين 20 سنه، مش بتكلم في السنتين الجايين. طب وبعدين هنعمل ايه لو الناس مش عندها شغل؟ معناها هندي مرتبات للناس من غير ما يشتغلوا. يونيفرسال بيزك انكم. يونيفرسال بيزك انكم ده الحل الوحيد. وليه لازم نعملها الحكايه دي؟ لازم نعملها عشان الشركات اللي شغاله، ما انت عندك البودكاستر الشو بتاعك وحلو فيه اعلانات. طب ما الاعلانات لمين؟ ما الاعلانات للناس هتشتري برودكتس. لو ما فيش ناس معاها فلوس تشتري برودكتس مش هتعرف تعمل البودكاسترز هيتقفل، لان ما حدش هيعمل عندك اعلانات. هيعمل عندك اعلانات ليه؟ ما حدش عنده فلوس يشتري حاجه. صح. فاهم. فلازم الشركات اللي سكسسفول قوي، وهتبقى سكسسفول جدا لان المارجنز بتاعتها عاليه جدا. سوري، هيبقى في التريليونز اند تريليونز. لازم تدي تاكسز اكتر بكتير جدا للحكومات، عشان الحكومات دي ترجعها كانكم للشعب، عشان الشعب يشتري البرودكتس بتاع الشركات والسايكل تتم. فده او ما ادهمش فلوس ويحصل ثوره بقى في العالم، او ده اللي هيحصل غالبا زي الافلام اللي احنا اتفرجنا عليها واي روبوت والحاجات دي. ال 99% دول هيقوموا هيفصلوا الكبس حسب البلد. يعني في بلاد فعلا عايزه تساعد كل، يعني الصين فعلا عشان كوميونيزم وكده عايزين يساعدوا كل الناس تطلع مع بعض،
عايزين فعلا يدوا الناس مرتبات، واحنا عندنا مصر برضو فيها الحكايه دي شويه، وامريكا فيها الخطوره دي، لان امريكا ما فيهاش الحكايه دي. امريكا فيها الراسماليه. It's all about who makes money makes the money، وعايز يدي بقشيش لبقيه الشعب يديله بقشيش.